مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. والنهارده هنتكلم عن قصه فيلم نادر جدا اسمه الريف الحزين. تم عرضه المره الاولى يوم 13 سبتمبر 1948. مده عرضه 105 دقيقه، والفيلم من إخراج محمد عبد الجواد وتأليف محمد عبد الجواد. أما عن طاقم العمل: فاطمة رشدي، دولة أبيض، محمود المليجي، عفاف شاكر، منسي فهمي، يحيى شاهين، عبد العزيز أحمد، رياض الأصابجي، عبد المنعم إسماعيل، محسن حسنين، مصطفى راشد، جمالات زايد. والقصة بتدور حوالين قرية بسيطة فيها كذا عيلة، منهم عيلتين كانوا بيحبوا بعض لدرجة الجنون. كان بينهم مشكلة بسيطة جدا في بنت من عيلة، البنت من عيلة وفي ولد من عيلة تانية. العيلتين دول كانوا بيحبوا بعض لدرجة الجنون. تمام، هما الاتنين كانوا متصاحبين صحاب، ونشأت بينهم قصة حب. في الفترة دي من هما مثلا 6-7 سنين حصل خلاف شديد جدا. بعد ما كانوا بيحبوا بعض بقوا يكرهوا بعض العيلتين، وأبوها كان صاحب أبوه الروح بالروح وكان بيعامله أكتر من أخوه، ودلوقتي بقى عدو وبقى الشخص الوحيد اللي بيكرهه في الدنيا وعايز ينتقم منه. هما الاتنين عاشوا حياة وحشة جدا لدرجة ان هما فضلوا مستمرين على عهدهم ان هما لازم يتجوزوا بعض لما يكبروا، لازم يكونوا الحل الوحيد ان هما يخلصوا العيلتين دول من اللي فيهم. وبالفعل العيلتين بدأت تخلص على بعض، والطار بدأ يزيد في البلد، وبدال ما كان القرية مبسوطة بقت القرية حزينة، وجه اسم الفيلم الريف الحزين. وانتهى الفيلم بنهاية مأساوية. الولد اتقتل في الطار على ايد عيلة البنت، والبنت من كتر حزنها عليه ماتت، وانتهى الفيلم نهاية مأساوية جدا. فشكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك متنساش تعمل لايك سبسكرايب في القناة. وسلام عليكم.